السلام عليكم، اهلا بيكم. هنعمل النهارده الفراخ المشويه بكل تكاتها بطريقه حلوه جدا هتعجبكم باذن الله. وكمان معانا طريقه حلوه قوي سهله. لو محتارين هنعمل ايه النهارده او محتارين نعمل ايه جنب الفرخه، مش عايزين نطبخ، مش عايزين نعمل حاجات كتير، فالصينيه دي سهله وبسيطه. تمام، تعالوا يلا نحضر الوصفه مع بعض. معايا فرخه انا نقعاها قبلها ب3 ساعات في محلول النقع ده، عبارة عن مية، معلقتين من السكر، معلقتين كبار من الملح، وفيها ورق لوري كمان لو ما عندك قرفة خشب حطيها كمان، حبهان، بصل تقطعيه، بصلاية تقطعيها نصين يعني شرايح كده وتحطيها برضو. المحلول ده هايل جدا، بيسحب الدم اللي موجود في الفرخة، بيبقى بيخليها جوسي وطريقة جميلة جدا. فالمحلول ده مهم جدا. تمام، بعد كده بقى نبتدي نحضر الخلطة بتاعتنا او التتبيلة بتاعتنا. عبارة عن بصلاية مفرومة، ملح، فلفل اسود، ربع معلقة من الحبهان المطحون، توم باودر. تمام، مش ضروري طبعا بصل ده باودر، انا حاطه بصلة مبشورة، حاطه بابريكا، حاطه كمان ليمون، خل، يعني ليمونة، عصير ليمونة، معلقتين من الخل. كمان حطيت زي ما قلت لكم اللي هو التوم البودر، ربع معلقه من القرفه الخشب، القرفه المطحونه، وكمان في معلقه من العسل الاسود، يا ريت كمان ما تنسوهاش. انا نسيتها حطيتها في الاخر خالص فما ظهرتش عندي في التصوير. فنحط معلقه من العسل الاسود، لو غير متاح ممكن نحط عسل ابيض، ممكن تستغني عنها عادي مفيش مشكله. تمام، بس انا بحس بصراحه ان العسل بيديها طراوه زياده كمان، يعني مش بس بيعادل الطعم وبيخليه يعني مميز، لا، ده بيطري الانسجه بتاعت الفراخ كمان بزياده. جربوها كده وهتشوفوا فرق، هتعرفوا ان في فرق كبير. تمام، انا هنا ابتدي بقى بقطع الفرخه من الظهر، اقصها بالمقص بالشكل ده واكمل عليها بالسكينه عند الكتف كده. ابتدي اضغط جامد، انا بوريكم ان انا بضغط هنا جامد، وابتدي بقى اشرحها بالسكينه بالشكل ده من عند الصدرين هنا، ومن تحت كمان من الاوراق. تمام، شايفين انا بشقها بالشكل ده كده عشان التتبيله تتغلغل جوه الفرخه كده وتتشرب التتبيله كلها. بس كده انا كمان رجعت تاني شطفتها من جوه من بره وكله، شايفين لونها ابيض وجميل ازاي، وكانت منقوعه في الخل والليمون والمحلول النقع اللي قلت لكم عليه ده خطير بجد والله. بس كده بعد كده ابتدي بقى اتبل الفرخه بتاعتي بالتتبيله اللي قلت لكم عليها. ودي بقى بصراحه سبتها ليله كامله في التلاجة. تمام، هحضر بقى طريقه الشوي بقى اللي هشوي بيها الفرخه بتاعتي. هجيب صينيه وهبطنها كده بالفويل من تحت عشان احافظ عليها مش اكتر. تمام، وهجيب اللي هي الشوايه بتاع الجريل او الشبكه بتاعه الفرن بتاعتي، احطها من فوق، وهنزل عليها بقى بالفرخه، وابتدي بقى اغلفها كلها الاول بورقه الزبده عشان بس لما ما تتفاعلش مع الفويل، وبعد كده احط عليها ورق فويل من فوق. انا هنا نسيت احط شويه كمان ميه مغليين احطهم في الصينيه من تحت. تمام، هتستوي كويس جدا على البخار. وبعد كده اول ما تاخد ساعه بالظبط هشيل من عليها الفويل وورقه الزبده واديها بقى وش الشوي من فوق. تمام، على الوشين. تعالى نعمل بقى الطريقه الجميله اللي بقول لكم عليها، والطريقه السهله اللي هي مش محتاجه بقى انا اقف اعمل اكل كتير وخطوات كتير، لا دي كذا، دي كده خطوتين كده وثلاثه وخلصنا الوصفه، وهتاكلي احلى غدا باذن الله، او عشاء بقى انت حره يعني. تمام، انا معايا هنا سلقت نص كيلو من المكرونه. المكرونه دي المكرونه اللي هي المرمريه الصغيره، مكرونه مرمريه صغيره. تمام، بشاميل بسيط، 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من السمنه، معاهم قطعه من الزبده او ما فيش براحتك خالص. تمام، معاهم 3 معالق من الدقيق، احمصهم شويه على النار كده لحد ما اشم ريحه الدقيق خرجت. وهنزل ب3 كوبايات من اللبن.
هنا انا استخدمت كمان، كان عندي المرقه بتاعتي اللي انا عاملاها عاملاها معاكم على القناه برضو، اللي حابب يشوف الحلقه دي. منها كان فيها زبده وانا ما كانش عندي زبده، ف يعني ايه افتكرتها على طول. بتغنيني بصراحه عن الموضوع ده. بتوفر عليا كتير. فحطيت 3 مكعبات، طبعا حطيت 3 مكعبات دي انا اللي عاملاها بايدي، فما فيش منها مشكله. ومش حادقه كمان، مش محدقاها، فما فيهاش مشكله عندي بالنسبه لي يعني. انتي حابه طبعا تبدلي بمرقه دجاج عاديه، تمام. حطي، بس لو هتحطي حطي واحده بس، تمام. انا نزلت كمان ب3 كوبايات من اللبن. ابتدي بقى الف بيهم كده لحد ما البشاميل بتاعي يبقى سمكه كويس. شايفين السمك بتاعه خلاص تقيل اهو معايا. ابتدي بقى انزل بمجموعه من الجبن، او يعني ميكس جبن. مثلا عندك حطي، عندك جبنه موتزاريلا حطيها. انا حطيت جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، ممكن تحطي جوده، ممكن تحطي موتزاريلا، يعني شكلي كده اللي عندك حطي، تمام. انا حطيت موتزاريلا، وحطيت جبنه رومي مبشوره، تمام. هتقلبي فيها بسرعه 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 كده، وهتوصلي تلاقيها خلاص. يعني هي ايه وكمان معلقتين من حطيت معلقتين من هحط كمان معلقتين من الكريمه اللباني، او كريمه الطهي اللي انتي اللي هي بتنفع للطهي طبعا، للاكل، فمش الحلويات يعني، تمام. على فكره انا جايبه كريمه بتتحط للاتنين، في كريمه بتتحط للحلويات وكمان للحادق. فدي لو لقيتوها جميله قوي موفره، و بتسعف معايا جدا يعني. بس كده المكرونه انا دهنت الصينيه بتاعتي البايركس دي بالزيت. وبعدين حطيت المكرونه اللي هي المرمريه، حطيت عليها الخليط اللي انا عملته، اللي هو البشاميل بالميكس الجبن، وشويه من الزيتون المخلي من فوق. وكده خلصت الوصفه بتاعتي، ما فيهاش اي حاجه خالص. سهله جدا وجميله بجد، وما خدتش وقت، تمام. طبعا ندور دلوقتي على حاجات يعني ما نقفش فيها كتير في المطبخ، خاصه كمان داخلين على فصل الصيف، فالموضوع بيبقى لذيذ بصراحه. والهنا والشفا.